عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعضينا صينيه فراخ مشويه في الفرن. طعمها حلو جدا. وقبل ما نبدا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدا وصفتنا. واول حاجه معانا بنكون مجهزين بصلتين مقطعينهم مكعبات، واتنين من مرق الدجاج، وكمان معانا فلفل احمر وفلفل اصفر، وخمس فصوص توم، وطماطمايه برضو مقطعينها. والبهارات اللي هنستخدمها النهارده معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، معلقه توم باودر، بصل باودر، سماق، كزبره، بابريكا، ومعلقه صغيره من بهارات الدجاج. ومعانا كمان من المكونات الباربيكيو المدخن معلقه كبيره، ومعلقه كبيره من الكاتشب. وبس كده. وهنبتدي نجهز الكبه ونضيف فيها كل المكونات اللي معانا مره واحده، بالنسبه للطماطم والبصل والفلفل والثوم. بس كده. وهنبتدي ان احنا نضرب كل الخضار اللي معانا في الكبة، وبعدين بنبتدي ان احنا نضيف البهارات. احنا بس ضفنا الخضار في الاول وضربناه، وبعدين بنبتدي مرة تاني بنشيل الغطا من على الكبة وبنضيف البهارات بتاعتنا. بنضيف ربع معلقة صغيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من الكاتشب، ومعلقة كبيرة من الباربيكيو المدخن. يعني كل المكونات اللي كانت معانا ضفناها بعد ما ضربنا الخضار كله مع بعضه. وبس كده. هنبتدي ان احنا نشغل الكبة مرة تاني على كل المكونات اللي احنا حطيناها مع بعضيها، ونضربها كويس جدا، بننعمها خالص زي ما انتوا شايفين كده. انا كده ضربتها خلاص. وكمان معايا معلقتين من الزيت بضيفهم بعد ما خلاص نعمت الخضار كله بالكبة. وهبتدي ان انا اضرب تاني بالكبة مرة تاني. تمام كده. وخلاص التتبيله بقت ناعمه وجميله وكده، جاهزه ان احنا نتبل بيها الفراخ. جينا هنا للفراخ، انا غسلها كويس ومنضفاها طبعا، وهي كده جاهزه على التتبيله اللي احنا مجهزينها. بس قبل ما نحط التتبيله تمسكي ورك الفرخه وتشرحيه على اساس ان احنا نقدر نحط فيه التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض. وبعدين هنجيب صدر الفراخ هنفتحه بالطريقة دي عشان خاطر التتبيلة تبان فيه كويس ويستوي ويكون سهل في التسوية. وهنا هنشتغل عملي مع بعضينا وهوريكم ازاي نفتح صدر الفرخة. انا هنا خليت صدر واحد من الفراخ على اساس ان احنا نفتحه مع بعض وتشوفوا الطريقة. زي ما انتوا شايفين كده بنفتح الصدر من على الجنب، بس ما بنحاولش ان احنا يعني نقسمه نصين، لا احنا بس بنفتح حبة من الصدر من الحتة اللي هي بتكون فيها لحم، وما بنفصلش اللحمة عن بعضي. وزي ما انتوا شايفين كده بيبقى ده الشكل بتاعه. طبعا بيكون سهل في التسوية معاكي، وطعم التتبيلة باين اكتر فيه. بس خدي بالك اوعى تفصل اللحمة عن بعضي، زي ما انت شايفة بنفس الشكل ده. وخلاص كده انتهينا من تقطيعة الفراخ، وهنبتدي نجهزها عشان نتبلها. بجيب الطبق اللي انا هتبل فيه وبحط فيه كل التتبيلة اللي احنا عملناها مع بعضينا، وهنزل بالفراخ اللي معانا على التتبيلة. على فكرة يا جماعة التتبيلة دي جميلة جدا، طعمها حلو خالص. تنفع معاكي التتبيلة دي لو حطيت الفراخ على الفحم، تنفع وتبقى جميلة جدا. وبرضو احنا بنعملها مشوية بس في الفرن، يعني طريقة سهلة وسريعة وبسيطة وتكون سهلة التحضير. هنا المفروض ان انا كنت انتهيت من التتبيلة، بس رجعت تاني وقلت لا، لازم ان انا اتبل الفراخ تحت الجلد كويس جدا وبين اللحم، على اساس ان كده تكون خلاص اللحم اخد من التتبيله كويس. والفراخ طبعا بعد ما انا خلاص هتبلها واكون متاكده انها اتبلت كويس، بغطيها بالبلاستيك وبسيبها يمكن مش اقل من 4 ساعات. ويا ريت لو حابه انك تعمل الوصفه دي، لو حبيتي انك تخليها قبلها بيوم في التلاجة، طبعا ده هيكون افضل واحسن، هيساعد اللحم يطرى ويبقى طعمه كويس وشارب من التتبيلة حلو جدا، ويكون سهل في التسوية، طعمه بيكون حلو جدا جدا. انا هنا خلاص مرت معايا ال4 ساعات وطلعتها من التلاجة، وجبت الصينية اللي انا هبتدي احضر فيها الوصفة بتاعتنا، وحطيت الفراخ ونزلت التتبيلة كلها معاها، وابتديت ان انا ارص الفراخ زي ما انتوا شايفين كده عشان اجهزها، عشان طبعا ادخلها الفرن. طبعا بس قبل ما ادخلها الفرن كنت مجهزة برضو معلقتين من السمن وحطيتهم كده من فوق من على الوش. السمن طبعا بيساعدنا ان يخلي لون الفراخ كويس مع التحمير في الفرن، وكمان بيديها طعم حلو. وانا هنا خلاص غطيت الفراخ بتاعتنا او الصينية بورق الزبدة، وكمان حطيت عليه ورق الألمونيوم علشان اكمد الحرارة داخل الصينية، والفراخ تستوي معانا بشكل احسن واسرع. وزي ما انتوا شايفين باكد طبعا على ورق الالومنيوم
وبقفله كويس وبتأكد ان هو خلاص اتقفل كويس، ودخلتها الفرن زي ما انتوا شايفين كده. وكده انا خلاص حشت منها ورق الألمونيوم والورق الزبدة، وفتحت عليها الشواية عشان تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقولك ان الطريقة دي بتاعت الفراخ جميلة جدا، يعني بالظبط نفس تتبيلة الفراخ المشوية، بس انت بتعمليها في البيت وفي الفرن، فراخ مشوية في الفرن. يلا اعملي لايك ما تنسيش. وخلاص كده انتهينا من تسويتها، وحطيتها في الطبق، وعملت معاها رز بشعرية. ممكن تعمليه معاها رز ابيض او رز بشعرية زي ما انا عاملة عادي، ممكن ما تعمليش معاها اي نوع من انواع الرز. شوية طحينة وشوية سلطة، هتبقى حلوة وجميلة وبألف هنا على كل اللي هيعمل الوصفة ويجربها ويقول لنا رأيه ايه. طيب هنشوف مع بعض كده وانا بقطع الورك بتاع الفراخ تسويتها عاملة ازاي مع بعضينا. حبيت ان انا اقطع معاكم الورك عشان تشوفوا التسوية قد ايه. شايفين اللحم بتاع الفراخ مش مستحمل، مستوية وجميلة وطعمة، مش قادرة اوصف لكم ريحتها عاملة ازاي، والله ريحتها جميلة جدا. وخلاص الفيديو بتاعنا خلص والوصفة خلصت، ويا رب تكون عجبتكم، ويا ريت ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك، والسلام عليكم.